السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بأحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ، هنعملها في الكيس الحراري وهنعمل معاها خضروات. جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. ودي شكل الفراخ بتاعتنا. وهنعمل معاها رز، هنعمله بطريقة جديدة، مش هنعمله بشعرية ولا حاجة. هو شكله أكنه بشعرية أو حبة بحبة أو حبة وحبة، بس هو معمول بطريقة تانية. هنا دي المقادير بتاعتنا. هنا معانا فرخة غسلناها كويس ونقعناها في المحلول، اللي هو عبارة عن معلقة دقيق ومعلقتين خل ومعلقة ملح. ودي معانا كوسة مقطعاها وبطاطس مقطعهم كبير زي ما انتم شايفين كده، مش مقطعهم رفيع عشان هتستوي والبصل برضو بنفس الطريقة مقطعها كبير. وتوم. انا مقطعهم كبير كده عشان هتاخد وقت في الكيس الحراري ما تتهريش معايا وتطلع القطعة بقطعتها كده. ودي معايا طماطمايه مبشورة وبصلايه مبشورة، دول اللي هنتبل بيهم الفرخة. هنا هنحط على البصلاية والطماطماية نص معلقة صغيرة كمون على كزبرة، رشة توابل، ربع معلقة صغيرة بابريكا، ربع معلقة صغيرة كاري، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود. ده روزماري. هاخد شوية كده حوالي نص معلقة صغيرة. هنا هنحط حوالي معلقة كبيرة زيت، معلقة صغيرة ملح. هنا هنقلب كل المكونات مع بعض كويس. دي هنتبل بقى الفرخة من جوه كويس. في كل جزء بقى هنتبل الفرخة زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ناخد شوية من التتبيلة ونحطها تحت الجلد. انا مشرحة من تحت الجلد كده، مشرحة الصدر كده، يعني واخدة تشريحتين كده من كل ناحية من الصدر عشان التتبيلة تدخل جواه. ومن تحت الجلد كده بتبل كويس، وحتى من عند الأوراق كده بقلبها واتبلها من تحت الجلد برضو عشان تاخد كلها التتبيلة، تبقى كل القطع في كل قطعة في الفرخة تكون متبلة كويس. هنا تبلت الفرخة كلها اهي زي ما انتم شايفين، تبلت معايا كلها اهي. بكتف بقى الفرخة، بدخل رجليها في الفتحة كده زي ما انتم شايفين اهي. وبركنها بقى على جنب. باجي بقى للخضار بتاعنا اللي احنا مقطعينه، غسلينه كويس ومقشرينه ومقطعينه زي ما انتم شايفين كده، قطع كبيرة مش قطع صغيرة عشان ياخد سوا معايا فما يتهريش. بصل وكوسة وتوم وبطاطس، لو حابين تضيفوا اي خضروات تانية ضيفوها. انا هنا حطيت رشة ملح، نص معلقة صغيرة ملح، رشة توابل، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة كاري، يعني يعتبر نفس التوابل اللي حطيتها على الفراخ. نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كمون على كزبرة. هنا ده زعتر ناشف برضو، بفركه فركة بإيدي بس كده عشان يدي الريحة. وبحط برضو على البطاطس.
وهنا معايا حوالي 3 معالق كبار زيت هاحطهم برضه عليها، وباقلّب كل التوابل مع الخضار بتاعي كده كويس، لحد ما كل قطعة يبقى فيها التوابل اللي أنا حطيتها تمتزج بالتوابل كويس. طبعًا باقول لكم لو عندكم أي خضار تاني فاصوليا، بسلة، حابين تحطوه معاه بتحطوه زي ما زي ما تحبوا، الخضار ده زي ما بتحبوا اللي أنتم حابين تحطوه تحطوه، بس في التقطيعات نقطّع التقطيعات تكون كبيرة شوية. هنا دي أكياس حرارية اهي، دي حجم كبير، باخد منهم كيس. ده شكل الكيس أهوّة، بافتحه، هو العلبة بيبقى فيها 3 أكياس بحوالي 10 جنيه العلبة. باخد بقى الخضار بتاعي باحطه في الكيس من أول في الكيس من تحت كده، بانزل بالخضار بتاعي كله. بعد كده بقى هنا معايا دي معلقة كبيرة زبدة سايحة أو سمنة مسيحاه، باخد منها معلقة كبيرة باحط عليها رشة كمون على كزبرة، رشة كده على طرف المعلقة، برضه رشة فلفل أسود. هنا برضه نص معلقة صغيرة روزماري بافركها برضه كده عشان تطلّع النكهة بتاعتها، باحطها عليهم وباقلبها كويس جدًا. بعد كده بقى باخد الخليط ده وبادهن بيه الفرخة من برّه كده من الجلد بتاعها، بادهن بخليط الزبدة ده الفرخة من برّه كده أكني باعمل لها مساج كده، بادهنها كلّها بيه من برّه. بادهن بقى الفرخة كلّها زي ما أنتم شايفين كده من جميع الجهات بتاعتها، بادهنها بخليط الزبدة ده. يبقى زي ما باقول لكم بادهن بالخليط كل الفرخة كلّها من جميع الجهات. هنا دهنت بقى الفرخة بتاعتي بالخليط كلّه، باجي بقى وباحطها على يعني الخضار ده باعمله فرشة أكنه يعني فرشة تحت الفرخة، بيبقى هو تحت والفرخة فوقه كده زي ما أنتم شايفين. باجي بقى في الكيس بيبقى جاي معاه اللي هي القطعة البلاستيك دي اللي بنقفل بيها، بس هُم وقعوا فأنا هاشوف بقى هاجيب أي قطعة سلك كده وأقفلها بيه. بالِم الكيس زي ما أنتم شايفين كده، بالِمّه على الفرخة كده وآجي يعني أبرمه زي ما أنتم شايفين كده من فوق من الطرف بتاعه عشان أقفّل بقى الكيس كده أهو. دي معايا قطعة السلك وبييجي معاه طبعًا قطع بلاستيك بيتقفل بيها بس هي وقعت من الكيس. أقفّل زي ما أنتم شايفين كويس جدًا. قفّلت الكيس أهوّة، ده شكل الكيس بعد ما اتقفّل في قلبه الفرخة والخضار. وبعد كده بقى باحطه في صينية فرن. أهي جبت صينية فرن هاحطه فيها بقى. والطرف اللي أنا قافلة بيه الكيس كده بانزّله لتحت زي ما أنتم شايفين كده ما باخلّوش مرفوع لفوق عشان ما يتحرقش في الفرن، بانزّله لتحت كده.
وباحط لها هي كوباية مَيّة واحدة بس باحطها في الصينية من تحت، أنا ما حطيتش مَيّة جوّه خالص في الكيس، ولا خرّمت الكيس، الكيس سِبته ما خرّمتوش زي ما هو، ما تخافوش مش هيفرقع ولا أي حاجة في الفرن، يبقى الكيس ما خرّمتوش، واللي حطيت في الصينية هي كوباية مَيّة واحدة بس، نزّلت الشبكة تحت قريّبة من قاع الفرن، من البلاطة بتاعة الفرن، وحطيتها فيه، عشان الكيس هينتفخ فما يخبطش في الشواية، فنزّلت الشبكة بتاعة الفرن تحت. هنا هاعمل الرز بقى، هنا معايا حطيت مادة دهنية اللي هي سمنة وزيت، وحطيت معاهم ده لسان عصفور، مش شعرية ولا حاجة، ده لسان عصفور زي ما انتم شايفين اهو باحمّره، باحمّر لسان العصفور عادي جدًا اهو بياخد لون برضه الشعرية معايا أو الرز بيشبه الرز حبّة بحبّة أكتر، وما بيفرقش في الطعم ولا أي حاجة. هنا معانا الرز غسلته كويس وصفيته، بانزل بيه على لسان العصفور كده وباحمّره معاه تحمير عادي زي ما باحمّر، وباحط ملح وباقلّب الرز مع الملح تقليبتين، بعد كده بانزل بالشوربة أو المَيّة بتاعتي على الرز، بتبقى طبعًا مغطية الرز بمقدار عُقلة كده، والنار بتبقى عالية لحد ما الرز يتشرّب معايا، بس يتشرّب ما ينشفش من المَيّة خالص. هنا معايا الكيس زي ما أنتم شايفين الف ال ال الفرخة في الكيس الحراري في الفرن زي ما أنتم شايفين كان الكيس منتفخ ما فرقعتش ولا أي حاجة، أنا ما خرمتش الكيس زي ما قُلت لكم، وهنا بعد أنا سِبتها حوالي ساعة ونُص في الفرن زي ما أنتم شايفين أهي الفرخة طالعة مستوية وحمرا أهيّة، ما احتاجش إن أنا فتحتها ولا دخّلت عليها الشواية ولا حاجة، أنا فاتحة الكيس قدّامكم أهيّة، زي ما أنتم شايفين الفرخة متحمّرة ومستوية كويس، والخضار بتاعي أهوّة ما اتهراش ولا أي حاجة لإني مقطّعاه كبير. زي ما أنتم شايفين الخضار ونزّلت مَيّتها أهي، أنا ما حطيتش أي مَيّة في الفرخة ولا في الخضار وأنا باسويه، زي ما أنتم شايفين كل قطع الخضار زي ما هي أهي، القطع بقطعتها ما اتهرتش معايا، ودي شكل الفرخة أهيّة، والرز زي ما قُلت لكم بيبقى فيه وإحنا سايبينه بيتشرب بيبقى فيه شوية شوربة صغيّرين بنوطّي ونسيبه يستوي لحد ما يستوي معايا، دي شكل الأكلة بتاعتنا النهارده، يا رب تعجبكم وبألف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.